ازاي تعمل زوم ان وزوم اوت على ادوب بريمير برو؟ يلا بينا نبدا. طيب دلوقتي احنا فتحنا ادوب بريمير برو على طول. لو عايز تعرف ازاي عملنا نيو بروجكت وازاي بدأنا اصلا نوصل للحته اللي احنا فيها دي، ممكن تفتح اول فيديو خالص شرحت كل ده بالتفصيل في فيديو هتلاقيه في الايفون. والنهارده بقى هنشرح ازاي تقدر تعمل زوم ان وزوم اوت للفيديو. فاول حاجه هنعملها هنختار الفيديو اللي احنا عايزين نستخدمه، فنضغط دبل كليك على امبورت هنا، نختار الفيديو اللي احنا عايزين نستخدمه اللي هو عندي ده، نعمل كليك عليه ونضغط اوبن، نعمله دراج اند دروب ونحطه على التايم لاين. دلوقتي بقى الجزء المهم في الفيديو انك ازاي تعمل زوم ان وزوم اوت. هتقوم ضاغط على الفيديو وتروح على افكت كنترولز، هتلاقي طبعا القائمه دي ظاهره. لو هي مش ظاهره عندك هتلاقيها كده، تقوم ضاغط على السهم اللي على اليمين ده هتلاقيها فتحت الاوبشنز دي كلها. هتلاقي فيه بوزيشن وسكيل وروتيشن وانكر بوينت وانتي فليكر فلتر. اللي احنا هنركز عليه النهارده هو السكيل. السكيل يعني الحجم، فانت معنى بسيط يعني هتكبر الفيديو وتصغره، فانت هتستخدم السكيل. فنستخدم حاجه النهارده اسمها الكي فريمز. الكي فريمز دي اللي انت بتحدد نقطتين في الفيديو بتغير فيها البروبرتيز بتاعت الفيديو، والبروبرتي اللي احنا هنتكلم عنها النهارده هي السكيل. فانت هتبدا اول حته خالص في الفيديو اللي هي اول ثانيه خالص اللي انت عايز تبدا عندها، ماشي، ونضغط على علامه الساعه اللي هتلاقيها ايه، التوجل انيميشن دي، ماشي، ضغطه. لو تلاحظ هنا كده هتلاقي في حاجه زي بوينت كده، دي اسمها كي فريم. اول ما تظهر الكي فريم دي تعرف ان انت خلاص بدات الانيميشن بتاعك. طيب انت دلوقتي عايز تعمل زوم ان، يعني تنيه طول ما انت ماشي في الفيديو يعمل زوم ان بالراحه لغايه ما يوصل لزوم معين. فهنوصل لغايه مثلا ايه، بعد اخر الفيديو خالص، ماشي، ونغير السكيل بتاعها، نخليه مثلا على سبيل المثال تنيك تكبر كده في الفيديو لغايه ما يعجبك مثلا، مش عارف يعني مثلا ممكن نخليه لغايه هنا كده 147 مثلا، وايه تقوم ضاغط تاني على هو تلقائي هيعمل لك النقطه دي الناحيه التانيه. طبعا انت لو عايز تعملها انت مانيوال ممكن تضغط على علامه الدايره دي هتعمل لك نفس الحاجه بالظبط، وتقوم مغير السكيل بتاعها تخليه برضو اللي انت عايزه. لو شغلنا الفيديو بقى هتلاقيه مع الوقت بيعمل زوم ان للفيديو وهم ماشيين. بس بالنسبه للزوم اوت بقى، الزوم اوت بسيط خالص، هو نفس الزوم ان بس هتعمله بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ الكي فريمز اللي قصادك دي ممكن تضغط كنترول وزد لغايه ما تمسحهم كلهم، او تضغط على الكي فريمز بكل بساطه وتعمل لها ديليت، ماشي، وتيجي هنا في الاول، ماشي، كل ده التوجل انيميشن متفعله، هتقوم جاي مكبرها في الاول، يعني هتبقى كبيره في الاول بعد كده تصغر، يعني كانك بتعمل كانها كانت كبيره، ماشي. طبعا هي الصوره لو عندك كبيره من الاساس انت ممكن تحط الصوره الكبيره دي وتنيك تصغر في السكيل بتاعها، تصغره كده، يعني ممكن تصغر في السكيل بتاعها لغايه ما يصغر يبقى زي ما انت عايز. بس طبعا الصوره دي اصلا صغيره، فاحنا هنكبرها لغايه ما تبقى مثلا كده مثلا يعني، وبعدين تروح للحته اللي انت عايز لغايه اخر الفيديو مثلا، تقوم جاي مرجعها تاني ايه ل100. ممكن تضغط طبعا هنا مش لازم بالسهم كده، ممكن تضغط وتكتب اللي انت عايزه، خليها مثلا ايه 100. نشغل الفيديو كده نشوفه من الاول. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.